ازيكم يا جماعه؟ والحلقه الثانيه من ماتشات دور الثمانيه، انجلترا والسويد وروسيا وكرواتيا. بصراحه انا كنت مستني مفاجاه من السويد، لان السويد ودي حاجه تمثلها السويد في البطوله دي، وهي اللياقه البدنيه. فرق كتير جدا في البطوله نجاحها وسبب وصولها للي هي فيه ده بسبب اللياقه البدنيه، فالسويد منهم. السويد المكسيك بتخلص لياقه بدنيه بتاعتها في اول نص ساعه، كرواتيا عندها تيران وبيجروا في الملعب بفرق ما يبطلوش، فالسويد كده ما عندهمش اي مهارات غير في كام لعيب وخلاص، لكن كميه الجري زي الحمير في الملعب وتقفيل المساحات والارتداد تاني وبتاع، ده اللي مديهم الادفانتج دي. السويد قدام انجلترا انا كنت مستني جاريث ساوث جيت يلعب في التشكيله شويه، يخرج ديلي الي، يزق لينجارد قدام، ينزل داير جنب هندرسون، ووكر قال لك مش هيلحق، ما عملش اي حاجه خالص، هي نفس التشكيله اللي بدا بيها البطوله. الماتش بصراحه كان ماشي ممل جدا في اول دقيقه، في كام كوره ضيعها ستيرلينج، وستيرلينج في حاجه مع السيتي كان بيضيع كور كتير جدا السيزون ده واللي قبليه، لكن السيزون ده بان وحط جون كتيره ليه؟ لانه جات له فرص كتيره قوي، لكن شفنا كميه الفرص اللي ضيعها قدام الجون مع السيتي. كذلك بقى مع انجلترا، انفرادتين وفيهم واحده هندرسون لاعب باصه حلوه جدا معموله يعني بالونه كده نازله ضربه الاوفسايد، ستيرلينج اتوتر على راي محمود بكر، شاف الجون اتخض اللي هو مش بقاش عارف ايه ده يعمل ايه، وقف على الكوره رجع ايه او رجع بدل ما يبصيها لكين للينجارد قام مطلعها بره. فدي حاجه هتفرق، لان الماتشات الجايه مش هتيجي الفرص دي، حتى لو تلعب كرواتيا اللي هو نوعا ما مش اقل منك والله، هي قدك في المهارات او قدك في المستوى، بس مش هتجيلك الفرص دي تاني. دي حاجه ثانيه، هاري كين هو واضح ان هو جاب الاجوان اللي ضربات ونام على كده. بمعنى ايه؟ جري وتحركاته والسبرنتات اللي كان بيعملها في اول كام ماتش بطل يعملها، بقى يلعب على الواقف، بقى يستنى الكوره ويحاول يشوط، غير كده مفيش اي رنز، مفيش اي تحرك، واللي بيجري من حواليا هم دول لينجارد وستيرلينج وديلي الي وانا واقف باشا برنس. عايزين نتكلم برضو على انجلترا، انها كل الاجوان اللي جابتها ما عدا جون واحد كلها من ضربات ثابته، كلها من كورنرات، كلها من ضربات جزاء، كلها لعب. شفنا كلنا في الكورنرات لما بيقفوا القطر ده، ماجواير ورا ستونز ورا ووك وكلهم يقفوا القطر ده ورا بعض ويتحركوا بعد كده تكنيك تكتيك زي ما ماتش بنما، وحرقوا حتى الجمله اللي هم اتلعبوا عليها. بس واضح ان ساوث جيت بيشتغل على كده. نقطه قوه الكره الانجليزيه اللي انا كنت شايف ان سام الردايس هيلعب عليها، وكان شايف ان سام الردايس اللي هي الكره العاليه والكره الطويله والكره العرضيه و4-4-2 ويلعب للمهاجم ويرفع الكره العاليه، هو ده وده اللي بيعمله، بس بيلعب برده اكتر على الارض، نقل الكره من ستيرلينج، نقل الكره من لينجارد كويس جدا. حاجه كنت اتكلمت عليها في ماتش بتاع انجلترا وكولومبيا على ديلي الي، ان ديلي الي لا مش هو اللعيب الباسير، ومش هو اللعيب اللي عامل ضغط عالي ولا الجراي ولا انما هو اللعيب اللي بيجي من ورا، بيجي في المساحه، بيجي في الحته الفاضيه. فهو فعلا في الماتش ده انا كنت مستني ان هو يبقى عنده المشكله ويخرج، بسبب ان السويد اكيد هتقفل ومش هيبقى فيه مساحات وبتاع. لقينا الي بيخطف حلو جدا، بيقطع في كام كوره وبيضيع كام كوره، وعرف انه يخطف الهيد وخلاص قتل الماتش 2-0. السويد حاول تفرق في الاخر بس من غير اي نتيجه، في الاخر ما عندهاش فورسبورج جميل وكل حاجه، بس ده اصيع حاجه عندهم، يعني ما عندهمش الحل اللي هو برده اللعيب، ما عندهمش مثلا صلاح. يعني مصر، شوف مصر والسويد مهاريا انت هتلاقي حل فردي عند صلاح مش هتلاقيه عند فورسبورج، لان فورسبورج مش اللعيب المهاري اللي هو برده زي صلاح. يعني شوف ما بالك المقارنه بتاعت السويد بس دفاعا والانرجي بتاعتهم وكل الكلام ده. وكمان يا جماعه بيكفورد انا كنت بقول قبل ماتش كولومبيا لا ومش عارف ايه، وحتى كتبت على تويتر لو صد واحده بس من ضربات الجزاء هعتبره حارس مرمى وهصدق فيه. الراجل صد ضربات جزاء وطلع وشال واحده اللي هي في اخر الماتش بتاع كولومبيا دي، وكمان كده الماتش ده شال 3. ايه ده في واحده الهيد دي صعبه جدا جدا، والثانيه الشوطه اللي نزل جابها من على الارض، والثالثه اللي راح جابها من فوق العارضه. ايه ده وبيكبر قد كده، بس الجامب بتاعه هو 182 184 حاجه كده، بس جسمه تاني، جسمه متكوك زي موسليرا كده صغير، مش كتفه مش فارد، ايديه حتى لما بيروح الكور مش بيروح بالعكسيه، بيروح بايديه الاثنين او بيروح بشماله او بيمينه بس مش بالعكسيه. الواد بصراحه الجامب بتاعه حلو جدا، الفوت ورك لما بياخد خطوتين ثلاثه قبل ما يعمل اي تراي بينزل على الارض بسرعه، طبعا عشان هو قصير فسهل انه ينزل على الارض، فعمل بطوله حلوه جدا. بصراحه انا ما كنتش متخيل ان هو هيأدي بالاداء ده، هو وسوباسيتش احسن اثنين، ويجي بعديهم لوريس، هم احسن 3 حراس في البطوله لحد دلوقتي. تاني يا جماعه، جمهور انجلترا بعد ما كان بيغني وتشوفوا على تويتر وتشوفوا الحاجات اللي بينزلوها على فيسبوك ويوتيوب وبتاع، اغنيه اتس كامينج هوم اتس كامينج، تريقه على ان دايما انجلترا بتروح بدري. احنا هناك قابلت واحد في سان بيترسبورج راجل مشجع انجليزي ومعاه ابنه واصحاب ابنه وبتاع، بيقول لي انا عامل حسابي ان انا كده هرجع بدري انجلترا، بس انا عايز اقعد هنا مش عشان المنتخب يرجع، وما عشان ابعد عن مراتي، بس كان بالنسبه له متعود ان الراجل دايما انجلترا هتروح بدري من دور 16 لدور المجموعات. جمهور انجلترا مش مصدق ان ده مش هم اللي راجعين، اتس كامينج هوم، كاس العالم هو اللي راجع بيته وراجع مهد كره القدم وراجع البلد اللي اخترعت كره القدم. والموضوع ده لو حصل هيبقى حلو جدا، على الاقل لو انجلترا وصلت فاينل هيبقى الموضوع حلو جدا، سواء انجلترا وبلجيكا او انجلترا وفرنسا. تعال نتكلم بقى على كرواتيا وروسيا. الماتش ده كان باين من الاول ان الماتش ده لا كرواتيا ما عندهاش الادفانتج قوي، مع ان الراجل مدرب كرواتيا ما لعبش بروزوفيتش، بدا بكراماريتش، بحيث 2 راس حربه كده روسيا هتقفل كده هنلعب عرضيات،
فمش محتاج نلعب بمهاجم واحد زي ما اسبانيا عملت واقعد اباصي 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 ومش عارف اعمل ايه. كمان كرواتيا لعبها دايركت اكتر، بريزيتش وريبيتش مش بطلوا عرضيات، مش بطلوا فرق، مش بطلوا جري جوه ال 18 لما الكوره جايه من الناحيه الثانيه. بس برضه بان بقى، المفروض ده يبان الفرق لكرواتيا، بان في اول ربع ساعه انه لا، كرواتيا ما عندهاش الادفانتج دي، مش داخله وهتدوس على وش روسيا، بالعكس فضل ماتش 50 50 كده اول ربع ساعه ثلث ساعه. الماتش ده هيوصل ضربات جزاء وهيوصل اكسترا تايم، وده اللي حصل. كمان حاجه في الاكسترا تايم، ال 120 دقيقه اللي بتوع الروس مش بيبطلوا جري، مش بيتهدوا. ودي حاجه يا جماعه كانت قال انه في 2017 في كاس القارات روسيا خدت منشطات، وان هم ليهم تاريخ قبل كده ان هم بياخدوا منشطات وبتاع، وان هم في كاس العالم ده في صحفيين قال لك ده هم واخدين منشطات برضه. بس التحقيقات بتاعت كاس القارات 2017 دي بتاعت الفيفا ما طلعتش، مش عارف هتطلع النتائج بتاعتها لحد دلوقتي عشان هتبوظ البطوله، لان في نسبه كبيره ان هم فعلا واخدين منشطات. طبعا الموضوع ده غريب جدا ويبوظ البطوله بس قال فعلا ما بطلوش جري، ما بطلوش. الراجل المدرب بتاعهم تشيرينوف ده لما جه يغير شوط تاني خرج زوبا، خرج تشيرشيف اللي حط جون. ايه ده؟ ايه يا ابني ده بشماله في البعيده حلو جدا. وجون تشيرشيف ده تشيرشيف نفسه عمل طبعا قمنا نلمع اسمه جوه، بس هو يعني غطى على جولوفين، مع ان جولوفين كان بدأ البطوله حلو جدا. انما تشيرشيف انا احب دايما احكم على اللعيب بمستواه الكونستنت ثابت، انه بيديني معظم الماتشات، وتشيرشيف هو اللي ظهر وهو اللي شال روسيا كتير قوي على حساب جولوفين وعلى حساب زوبا. عايزين برضه يا جماعه نتكلم على فرنانديز الباك اليمين بتاع روسيا. الراجل ده اصلا يا جماعه برازيلي، والراجل ده كان بيلعب في جريميو وكان عنده مشكله ادمان كحول وادمان مخدرات وبتاع، وكان عنده مشكله انه كان هيروح قبل كده مع البرازيل في معسكر في 2016، واول استدعاء ليه والواد كان صغير ولسه بادئ وبتاع، وبعدين قام الواد فاتوا الطياره بسبب انه شرب وسهر وعمل، والبرازيل استبعدوه بطلوا ان هم ياخدوه تاني. الواد بعد كده لعب في روسيا، لعب في سبارتاك موسكو، وقعد يلعب وياخد الجنسيه وحب البلد وعاش في البلد، وخدوه المنتخب ولعب بطوله حلوه جدا. الواد حط جون التعادل، دخل في ضربات الجزاء. انا مش شايف انه حطها وحشه على قد ما هو عايز زي حسني عبد ربه كده يرميها في اخر الزاويه بعيد خالص، وطبعا قلشت منه وخرجت. في كوره مودريتش ضربات الجزاء بتاعته كان داخل، كان هتضيع، صدها كان فيه ضربت في العارضه ودخلت. الكوره اللي صدها سوباسيتش دخل في نص الجون، شاطها وحش قوي سمولوف، لحقها في اخر لحظه سوباسيتش بصراحه كضربات جزاء دي او قدام الدنمارك او حتى في دور المجموعات، هو انا شايف انه احسن حارس في المرمى حتى بنسبه الشوت ستوبنج وتصدياته في الماتش، بقى في الماتش نفسه مش في ضربات الجزاء. مش محتاجين تاني نتكلم على اللي بيعمله مودريتش، اللي بيعمله راكيتيتش. بس فعلا كرواتيا ناس كتيره جدا قبل البطوله كانت برشح حصان اسود وهم قدوا. يعني انا ليه الواحد ما كانش برشح حصان اسود؟ كان انا بقول صربيا وكان جاي بيقول السنغال، بسبب انه ما طبيعي يعني، لان كرواتيا عندها مش ذنب كرواتيا ان روسيا طارت على اسبانيا، فان كرواتيا ما لعبتش اسبانيا. مش ذنب كرواتيا ان الارجنتين مش هي مكسره الدنيا فكرواتيا لعبت الدنمارك ما لعبتش فرنسا. لا، كرواتيا عملت اللي عليها، خلصت اول مجموعه والحظ خدمها في حاجات ودخلت سيمي فاينل، وهتبقى حاجه تاريخيه جدا، انه اعلى حاجه عملوها في حياتهم كان سيمي فاينل، مركز رابع كمان، وبعد كده خدوا الثالث والرابع وخلصوا رابع. فلو عدوا من انجلترا، بس تاني ده صعب. ليه؟ 120 دقيقه قدام الدنمارك، 120 دقيقه قدام روسيا، بدنيا هم كمان اللعيبه الفيزيكال اللي عندهم والفتنس اللي عندهم مع الوقت عمال يقل ويستنزف، لان هو جزء كبير جدا من لعبهم معتمد على الضغط العالي ده، على فرق الوينجين، على فرق الباكات. فده هيفيد جدا انجلترا اللي هي مرتاحه بتخلص الماتش في ال 90 دقيقه حتى ما بتلعبش اكسترا تايم، وهتخش جاهزه، وعندها ناس بره ما لعبتش اصلا، يعني راشفورد وفاردي الناس دي ما نزلتش غير ربع ساعه، ثلث ساعه، 5 دقائق، 10 دقائق. فالناس دي جاهزه بنزين ونازله انها تلعب مكان ديلي الي، مكان ستيرلينج. داير برده ما لعبش اي حاجه لحد دلوقتي. ارنولد في اي لحظه يقدر ينزل مكان تريبيه، عندك جونز ينزل مكان ووكر هو اللي لعب يمين. فانجلترا عندها ناس وعندها حلول. فكرواتيا وانجلترا انا شايف انه حلو جدا على كرواتيا، بس بالمنطق على قد ما كرواتيا فنيا هي اعلى من انجلترا، بس بدنيا انجلترا جاهزه اكتر بكتير. وانه جيل انجلترا ده فعلا مش عليه اي ضغوط، بيلعبوا كده، وجت معاهم قشطه، جت معاهم تاهلنا السيمي فاينل، والجمهور وراهم ومش مصدق. قبل كده الاجيال الذهبيه كان يقول لك ايه ده اقل حاجه سيمي فاينل، ده اقل حاجه نكسب بطوله، ده احنا مسافرين نكسب البطوله. الجيل ده مش عليه اي ضغوط، الاعلام الانجليزي نفسه مش حاطط اي توقعات، وبيهلل لاي انجاز وبيهلل لاي جون وبيهلل لاي مكسب. فانا شايف انجلترا تكسب، وتكسب مستريح، تكسب 2-0، تكسب 3-1، حاجه كده يعني. وانت جاي 2-1 انجلترا، اتفقنا بقى. فهاري كين شكله هياخد الدفع الهداف البطوله، شكله هيشرخ، وهتبقى حاجه هتتحسب له طبعا. وجهات توقع الكلام ده يا جماعه من اول جوله، قال لك هاري كين هداف كاس العالم. صراحه هاري كين هتلمع اسمه جامد جدا، هازارد من اللعيبه اللي هتلمع اسمها جامد. في لعيبه هتخرج من كاس العالم دي، في لعيبه طبعا هتظهر للنور ما كانتش متشافه قبل كده زي جولوفين وكده، وفي لعيبه ثانيه اسمها هيتلمع بكتير، هتوصل ليفل ثاني، هيتبص لها بعين ثانيه، زي هازارد، زي كين، زي بوجبا، زي لعيبه اثبتوا نفسهم على الستيج الكبير.
ده يا جماعه حلقات دور الثمانيه. نشوفك في حلقات السيمي فاينل، فرنسا وبلجيكا، انجلترا وكرواتيا، وشكلها كده فرنسا وانجلترا، شكلها فرنسا وانجلترا. ده اللي حصل. نشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.